الفيديو بتاع النهارده طبعا هشرح عن بديل البوليستر، الكيلو بتاعها ب 25 جنيه. طبعا ده الجزء الثاني عشان ناس كتيره جدا قالت لي اسم الماده. طبعا انا لغايه دلوقتي ما اعرفش اسم الماده. هتقول لي ازاي؟ هقول لك الماده دي اتبعتت لي كيلو بودره وكيلو ماده سائله، هي كده تخلط الكيلو على الكيلو. ثانيا طبعا انا لسه لغايه دلوقتي ما اعرفش اسمها. ازاي؟ هقول لك موصى على برميل. طبعا البرميل ده بيجي عليه البيانات، بيجي عليه اسم طبعا الشركه المصنعه، بيجي عليه كل حاجه، بيجي رقم المستورد او المصنع. هي حاليا مصريه 100%، بس انا مش عارف اسمها لغايه دلوقتي. بس هو الكيلو هيقع عليك ب 25 جنيه. كيلو بديل البوليستر هيقع عليك ب 25 جنيه. ثانيا طبعا انا ما بعملش كده عشان الريتش. ثالثا ان شاء الله قريب جدا هتلاقي الفيديو نازل باسم الماده. طبعا وهعمل لك تجارب كتيرة جدا زي تصنيع الميدالية، تصنيع حاجات كتيرة من البوليستر بديلة ليه، لانه البوليستر غالي جدا. بس لو عايز اعمل فيديوهات طبعا عشان الم ريتش او اي حاجة مش في مجالنا. انت عارف ايه الفيديوهات اللي هتلم ريتش اليومين دول، لكن انا راجل خلصت مثلا بدري في شغلي، هعمل لك فيديو تعليمي مش اكتر ولا اقل. ثانيا وهعمل لك عليها فيديوهات كتيرة جدا، لاني انا الكيلو اللي جبته يعتبر خلص. فلو عجبك الفيديو تنساش اللايك والاشتراك في القناة وشجعنا عشان نستمر. جود باي.